برنامج البروتولز من أقوى وأحسن البرامج للهندسة الصوتية. طبعا في ناس كتير بتسأل استخدم برنامج ايه، وانا قلت في شروحات كتير قبل كده استخدم البرنامج اللي انت ترتاح فيه وتحس انك انت قادر تتعامل مع الادوات بتاعته. برنامج البروتولز من اقوى البرامج، بس حابب اقول حاجة للناس المبتدئين. لو جهازك امكانياته ضعيفة او رامات بتاعتك اقل من 8 جيجا، ما انصحكش ببرنامج البروتولز، هتواجهك مشاكل كتير. فممكن تستخدم اي برنامج تاني يكون اخف شوية زي استوديو وان او الفروتي لوبس، لان البروتولز بيحتاج جهاز قوي ويحتاج رامات لا تقل عن 8 جيجا. اول حاجة عندنا هنا كرييت، تكون بالمنظر ده، بتكون سيشن، بتكون قصدي بروجكت. طبعا انت بتختار سيشن بالشكل ده كده، وهنا بتكتب النيم، تكتب الاسم ايا كان اسم البروجكت او اسم المشروع اللي انت هتشتغل عليه. بعد كده بتختار، طبعا بنختار ويف، والبيت ديبس بنختار 24 او ممكن 16 بت، مفيش مشكلة، بس انا بفضل ال 24. بعد كده بتختار السيمبل ريت بتاعك، يا 48 يا 44، مفيش اي مشكلة في الاتنين، تختار اي حاجة منهم. وبتختار لاست يوزر، تمام. وهنا اللوكيشن بتختار المكان اللي بتحفظ فيه البروجكت، تختار المكان اللي انت عايزه بتحدده، وبعد كده بتدوس كرييت. هنا بيقول لي اختار الاسم. البروتولز دقيق جدا يا جماعة، اي حاجة بيديك ليها اختيارات وبيديك بيها رسالة، بينبهك، فتنبيهاته كتير ورسايله كتير لان هو برنامج دقيق جدا. هنختار اي اسم، وبندوس كرييت. دي واجهة البرنامج، ممكن تكون بالشكل ده وممكن تكون تختلف شوية لان انا فاتح البرنامج قبل كده. تمام. اول حاجة بعد ما بنفتح البرنامج بيبقى معانا بالواجهة دي كده. البرنامج ليه واجهتين، واجهة الايديت اللي هي اللي قدامنا دي، والواجهة التانية بتاعة الميكسر. واجهة الميكسر بنفتح من قائمة ويندوز نختار ميكسر، الاختصار بتاعها كنترول وزائد، تمام. وعايزين نرجع تاني لواجهة الايديت، بندوس كنترول ويساوي. طيب دي واجهة الايديت. اول حاجة بتعملها بتفتح نيو تراك، بتدوس عند كلمة تراك وتدوس نيو، او الاختصار بتاعها كنترول شيفت ان. طيب بتفتح معانا الواجهة دي كده. اول حاجة بتختار عدد التراكات اللي انت عايزها، مكتوب هنا رقم 1، انا كده هفتح تراك 1، ممكن تقدر تفتح اكتر من تراك. تاني حاجة بتختار التراك اللي انت هتفتحه سواء مونو او ستيريو. طبعا لو هنسجل صوت بنختاره مونو، وبندوس كرييت. لو عايز اختار تراك ماستر فيدر بختاره ستيريو، بعد كده ماستر فيدر نفس القصة وبدوس كرييت. انا كده فتحت تراكين، واحد اوديو عشان اسجل منه، والتاني الماستر العمومي اللي هو مسؤول عن كل التراكات. طيب انا فتحت تراك للاوديو عشان اسجل منه، لو انا حابب اسجل قرآن او اسجل اي شيء بفتح تراك اوديو عشان اسجل منه. طيب الحاجات الكتيرة اللي موجودة هنا دي بنتحكم فيها ازاي او ايه وظيفتها؟ اول حاجة بندوس من هنا كده، ممكن نقفل كله عشان نقدر نفتح واحدة واحدة ونعرف كل حاجة لازمتها ايه. انا كده قفلت كل حاجة، وهبدأ افتح حاجة حاجة عشان اعرف كل حاجة هتفيدني بايه. اول حاجة هنا اللي هي الكومنت دي، لو حابب اضيف تعليق يخص او ملحوظة تخص التراك اللي انا فاتحه، طيب انا مش محتاجة او ما بضيفهاش انا عن نفسي. تاني حاجة المايك. تالت حاجة الانسترومنت.
الانسيرت A and E. الانسيرت A and E دي قائمة الفلاتر او البلاجن اللي انا هضيفها على التراك مباشرة، اللي هي الانسيرت اللي انا بفتح منها الفلاتر عشان اضيفها على التراك نفسه مباشر. انسيرت تضاف عليه مباشر، غير السند عندنا هنا ال A and E برضو للسند، عشان لو انا حابب اعمل ارسال بختار من قائمة السند. طيب ايه ال A and E معناها ايه؟ عندي هنا ال A and E بتتيح لي 5 اضافات علشان اضيفهم على التراك نفسه مباشرة. طيب لو حابب ازيد من 5 بختار F and G، كده ضاف لي 10 insert اللي هم هينضافوا على التراك مباشرة. طيب برضو نفس الكلام، السند عندي A and E، ولو حابب ازود طبعا مش هتحتاج تزود، لو حابب تزود بتختار F and G. طيب الانبوت، الاوت والانبوت بتاعي دول التحكم في دخول الصوت وخروج الصوت للتراك. الرويال تايم بروبرتس والتراك كولر. طيب انا فتحتهم تاني قدامكم واحدة واحدة وحاجة حاجة، كل واحد حسب ما يحتاج او حسب ما يختار. بنحاول نختصر فيهم عشان المساحة هنا، يعني هنسيب insert A and E وهنسيب send A and E، تمام، وهنقفل الرويال تايم بقى عندي هنا، وهنقفل كمان الانسترومنت. طيب احنا اختصرنا الموضوع هنا، بقى عندنا الانسرت A and E والسند A and E هيتيح لي هنا 5 تراكات، لو احتجت ان انا ازود هزود. الانبوت بتختار لما تيجي تبدأ التسجيل، بتختار اول حاجة بتختار كارت الصوت اللي انت هتشتغل عليه. بيبقى عندك كذا مايك او كذا مدخل في للتراك، بتختار مايك واحد انبوت 1. لو انت مشغل المايك في المايك 1 بتختار مايك 1، لو انت حاطط حسب كارت الصوت عندك. لو عايز تعرف كارت الصوت بتاعك على البروتولز، تعرف البروتولز على كارت الصوت وتختار كارت الصوت بتاعك هو مدخل للبرنامج. بتفتح من قائمة سيت اب وبتختار بلاي باك انجن، بتفتح معاك القائمة دي كده. انا عندي كارت الصوت فوكس رايت بختاره. لو انت ما عندكش كارت صوت تختار الازيو فور اول، الكارت الوهمي. بتختار لو انت بتسجل وقت اثناء التسجيل يا جماعة بتختار اقل شيء او اقل حاجة ممكن الصوت ما يتأخرش عندك ويبقى ماشي معاك كويس. بتختار 128 او 256 او 512 او 64 ايا كان، بتختار اقل شيء يقدر البرنامج يسجل معاك كويس وما يأخرش الصوت، يعني تكون بتسمع صوتك في الهيدفون مظبوط وما يكونش متأخر. مش شرط انك انت تختار 64، ممكن تختار 128، بس عشان الصوت ما يتأخرش معاك بتختار اقل شيء. اثناء الميكس والماستر بتختار اعلى حاجة 1024، لانك هتحتاج تضيف البلاجن او الفلاتر بتاعتك، فمحتاج تزود البفر سايز عشان الجهاز ما يهنكش معاك وتحس باي تقطيع. بندوس اوكي. نرجع تاني هنا الانبوت، بنختار المايك سواء 1 او 2 حسب المكان اللي انت موصل فيه كارت الصوت. الاوت بتختار الاستيريو الخروج بتاعك على المونيتور بتاعتك حسب ما انت موصل المونيتور، بتختار المكان اللي انت موصل فيه عشان الصوت يخرج، لانك لو مختار اي حاجة تانية وانت مش موصل فيها المونيتور برنامج مش هيطلع لك صوت. طيب الفوليوم ده الفوليوم تحكم في الصوت، البان التحكم في البان السماعة اليمين والشمال.
من هنا لو حابب تغير اللون بتاع التراك بتدوس تكتين هنا في العلامة دي كده، بيفتح لك القايمة دي، تقدر ان انت تختار اللون اللي انت عايزه. من كلمة اوديو هنا لو حابب انك انت تغير الاسم وليكن اي حاجة، بتغير اسم التراك. ان شاء الله في الشرح اللي جاي هنشرح القايمة بتاعة التولز بتاعة البرنامج، الادوات بتاعته. ممكن تشوفها كتير وملخبطة قدامك، بس الادوات مهمة ومفيدة ومش كتير ولا حاجة، هتساعدك في الشغل وهتساعدك انك انت تعمل هندسة صوتية وتخرج الصوت بجودة عالية، لان البرنامج فعلا قوي، بس محتاج حد يفهم البرنامج كويس ويفهم ادواته علشان تقدر تتعامل معاه بكل. سجلت غلط وكملت غلط، فاللي بيتبنى على غلط بيبقى نهايته برضو غلط وصعب انك انت تصلحه. وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.